رمضان كريم وعلى الخير دايما متجمعين وبلمتنا فرحانين، ورا كل باب ميت حكاية وحكاية. والمرة دي هقدم لكم حكاية جديدة، حكاية حقيقية وحصلت بالفعل. بس قبل ما نحكي حكايتنا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش اللايك والشير يا حبايب قلبي عشان أقدر أستمر معاكم وتستمتعوا بحكاياتي دايما. ويلا بينا نحكي حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي عتاب ومن عيلة مرتاحة ماديا، وحكايتي بدأت من 4 سنين بالظبط، وكنت وقتها في اخر سنة في الجامعة، واتعرفت على شادي المعيد بتاعي في الجامعة كلية الهندسة. وفي يوم من الايام كنت واقفة في الجامعة مع شادي وقال لي: بقولك ايه يا عتاب، هو انا امتى هاجي اقابل باباكي؟ انا عايزة اخطبك في اسرع وقت. وانا اللي اتفاجئت جدا من طلبه ليا واتكسفت قوي، ومن لخبطتي قلت له: بابا، عايز تقابل بابا ليه؟ هو انت تعرفه عشان تقابله؟ الله، هو في ايه بالظبط يا عتاب؟ ما تركزي معايا امال. طيب بقولك ايه يا شادي، خد رقم بابا اهو وابقى كلمه براحتك في اي وقت. وعدى اسبوع على اللي حصل ده، وشادي واهله جم يخطبوني من بابا واخوات شادي حاتم وابراهيم، وامه اللي كانت قاعده وبتبص على بيتنا بكل انبهار، وبابا وماما كانوا قاعدين قدامهم، وبابا اللي قال لهم: بصوا بقى يا جماعة، أنا ما عنديش في الدنيا دي كلها أغلى من عتاب بنتي، هي اللي طلعت بيها من الدنيا. عشان كده أنا ما يفرقش عندي الفلوس ولا أي حاجة تانية مهمة. أنا المهم بالنسبة لي هي بنتي تكون مرتاحة ومبسوطة وبس. طبعا يا حاج، من الناحية دي ما تخافش على عتاب أبدا، عتاب هتبقى زي بنتي بالظبط. تمام يا جماعة، يبقى نتفق على الشبكة حسب الأصول، الخطوبة علينا والفرح عليكم. عداك العيب يا حبيبتي، والخطوبة لازم تبقى في قاعة كبيرة عشان احنا معازمنا كتير قوي. بس انا يعني يا طنط، كنت عايزة اعمل خطوبة كده عالضيق عندنا هنا في الفيلا. ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا عتاب يا بنتي؟ هو في حد بقى يعمل خطوبة ولا فرح في البيت دلوقتي؟ انتي عايزة الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ يا ماما، اللي عايزاه عتاب كله انا هعمله لها. وانا في الوقت ده مرضتش ازعل حماتي مني، وقلت: خلاص يا طنط، مش مشكلة خالص، نبقى نعمل الفرح في قاعة كبيرة. ومش اي قاعة يا حبيبتي، لازم قاعة تبقى كبيرة وفخمة كده عشان نتشرف بيها قدام اهلنا وجيراننا كلهم. مفيش مشكلة خالص يا حاجة، اختاروا القاعة اللي انتوا عايزينها عشان نجهزها للخطوبة. وفي خلال اسبوع اشترينا الشبكة وعملنا الخطوبة، وحماتي كانت عازمة ناس كتيرة قوي، وفات على كل اللي حصل ده سنة كاملة، وجه ميعاد الفرح. وحماتي اللي فاجئتنا كلنا وكانت قاعدة عندنا في الفيلا وقالت لبابا: بقول لك ايه يا حاج، احنا هنعمل فرح الولاد قدام العمارة بتاعتنا. نعم، انت عايزة تعملي فرح بنتي انا في الشارع؟ وحماتي لله تبوسها وما عجبهاش كلام ماما، وقالت: وماله يا حبيبتي افراح الشوارع، ده احسن ناس بتعمل افراحها في الشارع. يعني دلوقتي افراح الشوارع بقت حلوة؟ امال ليه حكمتي علينا في الخطوبة نعملها في قاعة كبيرة؟ بصي بقى يا حبيبتي، الأصول بتقول إن الفرح علينا وإحنا حرين نعمله في المكان اللي يعجبنا. بس أنا يا حاجة عمري ما هعمل فرح بنتي في الشارع. وماله يا حاج، براحتك، يبقى انت بقى مش عايز فرح بنتك يتعمل في الشارع، يبقى انت كلف وادفع يا حبيبي من جيبك. اما احنا بقى تمامنا ان الفرح يتعمل في الشارع. انا بالنسبه لي الفلوس اخر حاجه، انا كل اللي يهمني هي راحه عتاب بنتي وبس، وانا اللي هعمل الفرح على حسابي عشان خاطر عيون بنتي. وحماتي اللي مشيت من عندنا، وانا اللي رجعت من الجامعه، وماما اللي حكت لي على كل اللي حصل، وانا اللي قلت: خلاص يا ماما، انا هعمل الفرح في الشارع زي ما حماتي عايزه بالظبط، المهم عندي ان بابا ما يدفع لهمش اي حاجه. يا بنتي، انا الفلوس ما بتفرقش معايا خالص، انا المهم عندي هي راحتك وسعادتك وبس. عارفة طبعا يا بابا، بس شكل حماتي كده بدأت تستغلك. الظاهر يا بنتي ان احنا غلطنا من الاول لما وافقنا على اللي اسمه شادي ده، رغم الفرق الاجتماعي اللي ما بيننا.
بس شادي كويس قوي يا ماما، ده غير مامته خالص. على العموم انا هتكلم معاه. وانا اللي سبتهم ودخلت اوضتي واتصلت بشادي وقلت له بقول لك ايه يا شادي، انا موافقه ان احنا نعمل فرحنا في الشارع. وشادي اللي استغرب جدا من كلامي وقال لي شارع؟ شارع ايه بس يا عتاب؟ ومين اللي قالك ان فرحنا هيتعمل في الشارع؟ مامتك يا شادي جت لحد هنا وقالت لبابا ان فرحنا هيتعمل في الشارع. وشادي اللي اتضايق جدا وقال لي مفيش منه الكلام ده يا عتاب، انا اصلا حجزت قاعه كبيره من اسبوع. غريبه قوي، امال ليه حماتي قالت لبابا كده؟ معرفش والله يا عتاب، ما يمكن عمي فهم غلط. على العموم انا اول ما هرجع البيت هشوف الموضوع ده وارد عليكي. وفي الوقت ده في شقة حماتي اللي كانت قاعدة مع بنتها عزة اللي كانت عايشة معاها في نفس الشقة لحد ما جوزها يرجع من السفر، وقالت لها انا رحت واتكلمت مع ابو عتاب وعملت عليهم الشويتين وخليتهم هما اللي هيكلفوا الفرح كله. اصلي مش معقول يعني هيسيب بنته الوحيدة تعمل فرحها في الشارع. طيب يا ماما، يعني انتي مش خايفة من شاد اخويا لا يزعل منك لما يعرف اللي انتي عملتيه؟ يا اختي ما يعرف، المهم عندنا ان احنا نعمل الفرح على قفا ابو عتاب وهم اللي يشيلوا الليلة كلها. وفجأة دخل عليهم شادي بعد ما سمع كل كلام حماتي واتعصب جدا وقال يعني الموضوع حقيقي وبجد يا ماما؟ وانتي قلتي لأبو عتاب ان انا عايزة اعمل فرحي في الشارع، مش كده برضو؟ ايوه طبعا قلت لهم كده، ودي فيها ايه يعني؟ انا عايزة اوفر لك فلوسك يا قلب امك، مش انت اولى بيها برضو؟ هو انا يعني كنت اشتكيت لك ولا اشتكيت لك يا ماما؟ اسمعيني كويس قوي، انا اللي هعمل الفرح على حسابي زي ما الاصول بتقول، ومش عشان حماية راجل معاه فلوس ابقى استغله. اسمعني انت يا قلب امك، المثل بيقولك البحر بيحب الزيادة، وحماك حنفية فلوس واتفتحت لك وانت لازم تاخد منها على قد ما تقدر. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ هو انت شايفاني مش راجل قدامك ولا ايه؟ انا لا يمكن امد ايديا لحماية ابدا. وحماتي اللي ما عجبهاش الكلام ولوت بوزها وقالت وماله يا قلب امك امد ايديا انا؟ هو انا وانت ايه يعني؟ ما واحد. وعدت الايام واتجوزت من شادي وعدى شهرين على جوازي، وحماتي اللي راحت قعدت مع بابا وقالت له وهي عامله نفسها بترتعش وبتعيط الحقني يا ابو عتاب، الحقني اوام، انا هتسجن وهروح في حديد. سجن مرة واحدة؟ ايه اللي حصل بس يا ام شادي؟ اصل انا استلفت فلوس كتير عشان اعمل فرح شادي ابني، ومضيت على نفسي وصولات امانة ب50,000 جنيه من واحد جارنا، وراح الراجل الضلالي زود صفر كمان، ودلوقتي بيقولي يا اما تدفعي الفلوس يا اما احبسك. يعني بدل ما ياخد مني 50,000 جنيه عايز مني 500,000 جنيه. وبابا وماما اللي صدموا جدا، وماما اللي قالت لها ازاي بس يا مشادي؟ مش الوصل الامانة ده مكتوب فيه المبلغ بالحروف؟ وحماتي اللي اتوترت جدا وقالت اصل بصراحة كده بقى انا مضيت على الوصل من غير ما ابص فيه، الظاهر كده ما كانش كاتب المبلغ بالحروف. يبقى انت لازم تبلغي عن الراجل النصاب ده ان زور في وصل الامانة. لا يا اخويا، انا سألت واتقصت، انا سألت محامي كبير وقال لي ان الوصل الامانة سليم، وانا كده هروح في 60 داهية. عشان كده انا واقعة في عرضك تسلفني المبلغ ده كله لحد ما بيع شقة في العمارة اللي عندي، وانا هرجع لك الفلوس كلها على داير مليم. معلش بقى يا مشادي اعذريني، مبلغ 500,000 جنيه مش قليل ابدا، مفيش حد بيستلف من حد مبلغ زي ده. عارفة يا حبيبتي عارفة، وانا مستعدة امضي على وصل الامانة اللي انتوا عايزينه عشان تضمنوا حقكم برضو. وصل امانة ايه اللي انت بتتكلمي عنه ده يا مشادي؟ احنا اهل برضو، انا هديك المبلغ كله. وحماتي اللي فرحت جدا وقالت ربنا يخليك ليا يا ابو عتاب، بس يا اخويا هطلب منك طلب صغير كده، وهو ما تقولش اي حاجة لعتاب بنتك ولا حتى لشادي، عشان شادي يعني ما يبقاش مكسور قدام مراته. بس كده من عينيا الاتنين، حاضر يا ام شادي. وحماتي اللي اخدت بعضها ومشيت من عندنا، وماما اللي اتصلت بيا وقالت لي اسمعيني كويس قوي يا عتاب،
في حاجة كده أنا عايزة أقولك عليها، بس الأول تحلفي إن أنتي مش هتقولي أي حاجة لجوزك، تمام؟ حاجة إيه يا ماما؟ أنا مش فاهمة أي حاجة. أنتي قلقتيني قوي يا ماما، اتكلمي على طول. حماتك كانت قاعدة عندنا النهاردة يا بنتي، وماما حكت لي على كل اللي حصل واللي قالته لبابا، وانا اللي اتصدمت جدا وقلت لها يا لهوي، عايزة المبلغ ده كله ليه ان شاء الله؟ هي ازاي اصلا تفكر تيجي لحد عندكم وتستلف منكم فلوس؟ خلاص يا بنتي، هي يمكن متعشمة فينا، ويمكن كمان ما لقيتش اي حد قدامها غيرنا. يا ماما حماتي عندها عمارة 10 ادوار، ولو بعت شقة واحدة فيهم بس هتفك ازمتها دي وزيادة. يعني ايه يا عتاب؟ يعني ممكن حماتك تكون بتكذب علينا؟ والله بقى يا ماما انا ما بقتش عارفة اي حاجة. انا هقول لشادي ووقتها هعرف اذا كانت حماتي صادقة ولا حتى بتكذب علينا. لا يا بنتي، حماتك حلفتنا 100 يمين ان احنا ما نقولش اي حاجة لشادي، وانتي كمان يا عتاب حسك عينك تقولي اي حاجة لجوزك، ما تصغرناش يا بنتي. حاضر يا ماما حاضر. وعدى يومين على كل اللي حصل ده، وحماتي اللي كانت قاعدة مع عزة بنتها وقالت لها شفت يا عزة، شفت الغوايش اللي انا جبتها، شفت الدهب حلو في ايد امك ازاي؟ يا خبر يا ماما، ما شاء الله، ايه الدهب ده كله؟ جبتيه منين يا ماما؟ تعالي وانا احكيلك عشان تعرفي ان امك دماغها توزن بلد وشغالة. وحماتي اللي حكت لعزة على كل اللي حصل، وازاي ضحكت على بابا واخدت منه الفلوس، وعزة اللي اتصدمت جدا وقالت يا لهوي يا ماما، يعني انتي مش خايفة لا شادي يعرف حاجة زي كده؟ وايه يعني يا اختي لما يعرف؟ هو انا يهمني؟ المهم ان انا طلعت منهم بمصلحة. يعني افهم من كلامك كده يا ماما ان انتي مش ناوية ترجعي لهم الفلوس؟ ارجع مين بس يا هبلة؟ هو اللي يدخل جيب امك يطلع منه تاني؟ الله يخرب بيت دماغك دي يا ماما، هو انت ازاي قروبة كده؟ احترمي نفسك يا بنت انتي وانت بتتكلمي مع عمك، فاهمة ولا لا؟ وعدى على كل اللي حصل ده سنة كاملة كمان، وانا خلفت بنتي كيان. وفي الوقت ده ماما اللي قعدت في شقة حماتي وقالت لها الله، في ايه مالك يا ام شادي؟ ده انت بقالك يا اختي سنة كاملة ولا حس ولا خبر عن الفلوس، ده انت لسه مرجعتلناش الفلوس لحد دلوقتي. وحماتي اللي اتكلمت مع ماما بطريقة وحشة جدا وقالت لها جرى ايه يا ام عتاب؟ اوعي تكوني فاكرة نفسك يا اختي مسلفان الملايين ولا مسلفان الملايين. اظن ده حقنا يا ام شادي، واحنا عايزينه ملايين بقى ملاليم، احنا حرين في فلوسنا. خلاص يا اختي، لما ابقى معايا فلوس ابقى ارجع لكم فلوسكم، بلاش كل دقيقة والتانية تيجي تتنططي لي هنا في البيت. وماما اللي اتضايقت جدا من اسلوب حماتي معاها واتعصبت وقالت هو انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ هو انا جاي اشحت منك ولا اشحت منك؟ اسمعيني بقى ودي اخر الكلام، انت قدامك اسبوع واحد وبس، لا ترجعي الفلوس يا اما بقى انا اللي هتصرف. نعم نعم، انت جايه لحد بيتي وتهدديني فيه؟ بقولك ايه، انت مالكيش عندي ولا مليم، ومطرح ما تحطي راسك حطي رجليكي. حلو قوي الكلام ده، يعني ده اخر كلام عندك؟ وماله، انا لازم اقول لشادي على كل اللي انت عملتيه. وحماتي اللي ردت عليها بكل جبروت وقالت لها قولي اللي انت عايزه قولي يا اختي كل اللي انت عايزه تقوليه، وانا بقى هقول ما اخدتش منكم اي حاجه، وانتوا تبقوا تثبتوا ان انا اخدت منكم فلوس. لا بقى كده اسمه نصب وسرقه، وانت سرقتينا. وماله يا حبيبتي، احسبيها زي ما تحسبيها، ايوه انا نصبت عليكم، واللي تقدري عليه اعمليه. وماما اللي مشيت من شقة حماتي وجت قعدت عندي وقالت لي على كل اللي حصل، وانا اللي اتعصبت جدا وقلت يعني ايه، هي الحكاية عافية ولا عافية؟ لا والله انا مش هسكت لها ابدا. بقولك ايه يا عتاب، يا ريت ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه، ومالكيش دعوه بالموضوع ده بالذات عشان ما تخربيش بيتك يا بنتي، ويلا ربنا يعوض علينا في الفلوس. لا يا ماما، الموضوع ده في وشي انا، وانا اللي هجيب لكم الفلوس دي من حماتي غصب عنها. بقولك ايه بقى يا عتاب يا بنتي، اسمعي كلام امك وما تتعبيش قلبي معاكي، حماتك ست بجحة ويتدب في عينيها رصاصة، عشان كده يا بنتي بلاش تدخلي معاها في اي مشاكل.
وانا في الوقت ده اضطريت اسكت غصب عني، وانا حاسه ان حماتي مدياني اكبر قلم على وشي. وبعد ما عدى يومين بعد كل اللي حصل ده، نزلت على شقة حماتي، ويا دوب بفتح بقي وبتكلم معاها، لقيت حماتي اللي فضلت تزعق وتهلل، وقالت لي: فلوس ايه يا ام فلوس؟ انت يا بنت جايه تنصبي عليا انت واهلك ولا ايه؟ اه يا عيله نور يا اكلين الحقوق. لكن انا اللي ما قدرتش اسكت لحماتي، وزعقت زي ما هي بتزعق معايا، وقلت لها: انا اول مره في حياتي اشوف نصابه وعينيها بكحه. بقى انا نصابه يا قليله الادب يا عديمه الربايه؟ وفجاه لقيت حماتي اللي قعدت تصوت وتقول: يا لهوي، الحقوني يا ناس، الحقوني ياهو، يا لهوي يا لهوي. وفجأة لقيت حاتم وإبراهيم ومراتاتهم عبير وانتصار، وكمان عزة بنتها وشادي جوزي، وكلهم جريوا على أمهم اللي قعدت تزعق، وقالوا: في إيه يا ماما؟ بتصوتي كده ليه؟ حصل إيه يا ماما؟ فهمينا يا حبيبتي، بتزعقي كده ليه؟ قوليلي يا ماما، هو في حد اتعرض لك ولا حد عمل لك حاجة؟ ما تنطقي بقى يا ماما، قلقتينا عليكي. إيه اللي حصل؟ وحماتي اللي عملت نفسها بتعيط وقالت: الحقني يا شادي يا ابني، مراتك بهدلتني اخر بهدله، اه يا قلبي ياني، ولا وكمان بتتبلى عليا. وانا لقيت الكل بيبصلي بكل غضب، وابراهيم اللي قال لي: ايه الكلام ده يا عتاب؟ هي حصلت تبهدلي امي يا بنت الاصول؟ لا اسمعي بقى يا عتاب، امي خط احمر للكل، وحسك عينك تعلي صوتك عليها، وانا اللي يهوب ناحية امي هاكل مصارينه صاحي، فاهمة ولا لا يا عتاب؟ وانا اللي كنت واقفة مصدومة من كل اللي بيحصل قدامي، ازاي حماتي قدرت تقلب الآية عليا؟ وشاد اللي قرب مني وقال: ايه الكلام ده يا عتاب؟ صح صح، انت فعلا عملتي كده في ماما؟ هو انت لسه يا ابني هتسألها؟ هو انا يعني هكدب عليك؟ وانا في الوقت ده كنت جبت اخري منهم، وصرخت فيهم كلهم وقلت: اه بتكدبي يا حماتي، انت ازاي بالطريقه دي؟ ازاي بتتلوني زي الحربايه قدامنا، وفجاه كده تطلعي نفسك زي الملاك البريء، وانا اللي شيطان رجيم؟ لو سمحتي يا عتاب، يا ريت تحترمي نفسك وانت بتتكلمي مع ماما، وتكلمي معاها بكل ادب. انا محترمه غصب عن الكل يا عزه، انا ما نطقتش مع حماتي ولا قلت لها اي حاجه، هي اللي بتتبلى عليا. وشادي اللي قعد يزعق ويقول: عتاب كفايه بقى لحد كده، وعيب قوي اللي بيحصل قدامنا ده. هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا شادي؟ شادي انت عارفني اكتر منهم كلهم، بقى انا ممكن اعمل اي حاجه زي كده لحماتي؟ وشادي اللي سكت لانه عارفني كويس جدا، اما بقى حماتي خافت لا شادي يصدقني، وقعدت تزعق وتعيط وتقول: يا لهوي، هو انت هتصدقها يا ابني ولا ايه؟ يا قلب امك، دي بنت ما شافتش 5 دقايق تربيه. حسك عينك تتكلمي على التربيه يا حماتي، انتوا كلكم عارفين انا مين وخارجه من بيت مين. يعني ايه يا ست عتاب؟ هو انت هتذلنا يعني عشان ابوكي معاه شويه فلوس؟ ممكن لو سمحت الكل يسكت عشان نفهم فيه ايه بالظبط وايه اللي بيحصل؟ الست حماتي من سنة بالظبط راحت عند بابا، وفضلت تعيط له وقالت له، وانا حكيت قدام الكل كل اللي حصل من حماتي، والكل كان مصدوم من اللي انا بحكيه، وما كانوش مصدقين كلامي، بس عزة هي اللي كانت واقفة عادية جدا، وانا اللي كملت كلامي وقلت: حماتي بقالها سنة كاملة نايمة على الفلوس، وماما جت لها لحد عندها عشان تكلمها، لكن للأسف زعقت في ماما ونكرت ان هي اخدت منها اي حاجة، وانا لما كلمتها عملت اللي انتوا شفتوه قدامكم ده. على فكرة بقى يا ست عتاب، انتي كدابة، ماما ما اخدتش منكم اي حاجة. بقى دي اخرتها يا ست عتاب تطلعيني قدام ولادي ان انا نصابة؟ طيب طالما الحكاية كده، سكتي ليه سنة كاملة؟ طيب بلاش، معاكي حاجة تثبت الكلام ده؟ طبعا يا حماتي معيش اي حاجة تثبت، واكيد بابا مش هياخد عليكي اي ضمان عشان اداكي الفلوس، وانا سكت عشان انتي حلفتي لبابا وماما ان ما يجيبوش سيرة لشادي جوزي عشان ما يتحركش مني. لا والله، وده بقى اسمه كلام؟ واحنا ازاي هنصدقك دلوقتي؟ اسكت انتي يا عزة لو سمحت. ماما، لاخر مرة هقولها لك، انتي اخدتي اي فلوس من ابو عتاب؟
الله مالك يا شادي؟ هو انت اتجننت؟ ازاي تكلم ماما بالطريقة دي؟ بقى على اخر الزمن يا شادي هتطلع امك نصابة وبتنصب على الناس؟ ما هو الكلام ده برضو ما يتعقلش ابدا. ايه اللي يخلي اهل عتاب يقولوا على ماما كده؟ الطمع يا قلب امك يعمل اكتر من كده. طمع ايه طمع ايه بالظبط يا ماما؟ هم اهل مراتي ناقصين اي فلوس عشان يتبلوا عليكي؟ وحماتي في الوقت ده بدأت تحس ان شادي بدأ يصدقني، عشان كده حطت ايديها على قلبها وقعدت تصرخ وتقول: اه يا قلبي، الحقوني يا ولاد، قلبي هيقف، مش قادرة استحمل من وجع قلبي. والكل اتخض على حماتي وجريوا عليها على طول، وانا اللي كنت واقفة مصدومة في مكاني من كل اللي بيحصل قدامي. وفعلا جت الدكتورة وكشفت عليها وقالت: ما تقلقوش يا جماعة، هي كويسة وما فيهاش اي حاجة، هي ممكن بس اتوترت شوية. ايوه يا دكتورة، الله يجازي بقى اللي كان السبب. والدكتورة اللي مشيت من عندنا هو حماتي اللي عملت نفسها عيانة وقالت: اسمعني يا شادي يا ابني، انت تنبه على مراتك، ملهاش دعوة بيا خالص، وشقتي دي ما تخطاهاش برجليها تاني. عندك حق يا ماما، وعتاب مراتك يا شادي ملهاش دعوة بينا كلنا، اللي تتبلى على امي يبقى تقطع صلتها بينا. هو في ايه بالظبط يا جماعة؟ مالكم كلكم جايين على عتاب قوي كده ليه؟ مش لما نعرف الحقيقة فين؟ يا لهوي، لا تكون شاكك في امك يا شادي، واحد غيرك كان طلق مراته من بدري اول ما قالت الكلام ده على امك. عندك حق يا عزة، بس لما اتأكد ان مراتي كدابة الاول. وشادي اللي خلص كلامه وخدني من ايديا ورحنا على بيت بابا على طول، وقعد مع بابا وماما وقال: بصراحة بقى كده يا عمي، انا مش عارف اصدق مين واكدب مين. واحنا هنفتري على حماتي ليه بس يا شادي؟ ما انت قلت ان احنا مش ناقصين فلوس ولا غاويين مشاكل. يعني انتوا عايزين نصدق ان امي نصبت على اهل مراتي؟ طيب ازاي يا جماعة؟ ايوه يا شادي، لان هي دي الحقيقة. والله انا ما كنتش عايزة اتكلم ولا افتح الموضوع مع اي حد، لولا الهليلة اللي حماتي عملتها قدامنا كلنا انا ما كنتش فتحت بقي، ولا انت كمان كنت عرفت عن الموضوع ده اي حاجة. اسمعني كويس قوي يا شادي يا ابني، انا لو عايزة اتكلم او اعمل اي مشاكل كنت اتكلمت من سنة. وانا والله يا ابني نبهت على عتاب ما تتكلمش مع حماتها في اي حاجة، بس اعمل لها ايه؟ ما سمعتش كلامي وراسها ناشفة. وانا كنت هعرف منين بس يا ماما ان هي هتعمل كل اللي عملته ده؟ خلاص يا جماعة، انا مصدقكم، والفلوس اللي امي اخدتها منكم انا هسددها لكم. ومن قالك يا ابني ان انا عايز منك فلوس؟ انا مش هاخد منك حاجة، ويلا ربنا يهديها. لا ازاي؟ ده حقك يا عمي ولازم تاخده. وانا قلت لك يا شادي انت زي ابني بالظبط، وعمري ما هاخد منك يا ابني ولا مليم، والفلوس دي مني لعتاب بنتي. خلاص يا عمي، نقسم البلد نصين، انا معايا دلوقتي 200,000 جنيه، خديهم يا عتاب، وباقي المبلغ انا هدفعه على دفعات. وانت ذنبك ايه بس يا شادي تدفع المبلغ ده كله؟ ذنبي الوحيد ان هي امي يا عتاب. وفي الوقت ده حماتي اللي كانت راقدة على السرير وعزة واقفة جنبها وبتضحك وقالت لها: الله عليكي يا ماما، ده انتي عظمة على عظمة يا ست. طيب تصدقي ان انا صدقتك ان انتي ما اخدتيش الفلوس؟ عشان تعرفي ان امك يتفت لها بلاد ومحدش يقدر عليها ابدا. بس بصراحة كده بقى يا ماما، انا حاسة ان شاد اخويا شاكك فيكي ومصدق مراته. وماله يا حبيبتي، يشك براحته، بس الحدق اللي فيهم اللي يثبت الكلام. طيب بقولك ايه يا ماما، مفيش لبنتك حبيبتك حتة دهب من اللي معاكي؟ دهب ايه يا امو دهب؟ يعني هما ما شافوهمش وهما بيسرقوا، هيشوفوهم وهما بيتحاسبوا؟ وبعدين يا بنتي يا عبيطة، الدهب اللي معايا ده كله هيكون لي مين في الاخر؟ مالك انتي طبعا، ده انا حتى كل اول شهر بجيب عليهم غويشة واشيلهم مع الدهب اللي معايا. وعدى على كل اللي حصل ده سنتين كاملين، والبيت كله مقاطعني ومش بيكلمني. وعزة جوزها رجع من السفر وروحت على بيتها، وفي يوم من الأيام حماتي جمعت ولادها كلهم في الصالة وقالت: اسمعوني كويس قوي يا ولاد، انتوا عارفين كويس قوي
إن أبوكم الله يرحمه كان طول عمره بيسافر وكان بيبعت له فلوس، وأنا بالفلوس دي بنيت العمارة دي كلها، عشان كده العمارة دي مكتوبة باسمي. الله، وإيه لزومه بس الكلام ده دلوقتي يا ماما؟ لأني نويت أدي لكل واحد فيكم نصيبه من العمارة، عشان كده روحت للمحامي وظبط لي الورق كله، وإن شاء الله على الأسبوع الجاي هسجل الورق في الشهر العقاري. والله ملهوش لزوم الكلام ده أبدا يا ماما، ما كل واحد فينا عارف نصيبه الشرعي قد إيه. عندك حق يا شادي يا ابني، بس أنا غيرت شوية حاجات كده في الورق. حاجات ايه اللي انت غيرتيها يا ماما؟ بصوا بقى، العمارة دي 10 أدوار، عملت منهم 4 لحاتم و4 لإبراهيم و2 لعزة بنتي. والكل اللي اتصدم وشادي اللي بقى مصدوم أكتر وأكتر، لأن حماتي ما ذكرتهوش بأي حاجة، وحاتم اللي قال: الله، أمال فين نصيب شادي أخويا يا ماما؟ شادي ربنا فاتحها عليه من واسع، ومش محتاج اي فلوس، وكمان هيورث فلوس ياما من حماه. انما انتم غلابه يا عيني، ومعكوش اي حاجه وملكوش اي حد تورثوا منه. وشادي اللي اتعصب جدا وقال: ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ وده في شرع مين بقى ان شاء الله؟ يعني انت تحرميني من ورث ابويا عشان مراتي هتورث من ابوها؟ ده اسمه كلام برضه؟ الله، مالك يا شادي؟ ده مالي يا حبيبي وانا حرة فيه. مالك منين يا ماما؟ ما احنا كلنا عارفين البر وغطاه. انت عمرك في حياتك ما دخلت علينا جنيه واحد. المال ده كله فلوس ابويا، وفي الاخر بتخالفي شرع ربنا عشان كلام فاضي. وشادي اللي خلص كلامه وسابهم ومشي، وهو حزين وزعلان من حماتي. وحاتم اللي بص لحماتي وقال لها: كلام شاد اخويا صح يا ماما، ما ينفعش اللي انت عملتيه معاه ده. انت ما ينفعش برضو يا ماما تحرمي شاد اخويا من ورث ابوه، ده حق ربنا يا جدعان. الله، جرى لك انت وهو؟ ماما وهي حرة في مالها تعمل فيه اللي هي عايزاه، انتوا زعلانين منها ليه؟ لا مش حرة يا عزة، اسمعي بقى يا ماما، يا ريت تسيبي كل حاجة زي ما هي، وشادي ياخد حقه الشرعي من ابوه. صح كلامك يا حاتم، ولو عاوزة تقسمي الميراث يا ماما قسميه بشرع ربنا وكل واحد ياخد حقه. يا سلام، يعني خلاص كلكم بقيتوا شيوخ وتعرفوا الحلال من الحرام والحق والمستحق. طيب ايه رأيكم بقى ان انا هعمل اللي في دماغي ومحدش ليه عندي اي حاجة؟ وفي الوقت ده شادي اللي جه قاعد معايا وحكالي على كل اللي حصل، وكان زعلان ومهموم. وتاني يوم كنت راجعة من شغلي ووقفت قدام شقة حماتي، لقيت الباب مفتوح وسمعت صوت حماتي وهي بتكح ومش قادرة تاخد نفسها وبتقول: ياللي طالع على السلم، ياللي طالع على السلم، تعالى هنا اوام. وانا في الوقت ده ما كنتش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، لكن دخلت الشقة، واول ما حماتي شافتني قدامها قالت: ايه ده؟ هو انتي؟ يلا يلا اطلعي على شقتك فوق، انا مش عايزة منك اي حاجة. براحتك يا حماتي، بس انا بعمل باصلي. على العموم انا هتصل على ابنك دلوقتي يجي يشوفك. وقبل ما اخلص كلامي لقيت حماتي اللي اغمى عليها في الحال، وانا اللي اتخضيت عليها جدا، بس جات لي فكرة شيطانية ودخلت على اوضة حماتي وفضلت ادور على اي ورقة، لكن لقيت علبة الدهب وخبيتها في البوفيه، وخبيت في هدومي الورق اللي عندها، وخرجت قدام باب الشقة وفضلت اصوت واقول: الحقوني، حد يلحقني يا ناس، حماتي وقعت من طولها، الحقوني. والشارع كله اللي اتلم علينا وسلايفي كمان، والدكتورة جت ودخلت على حماتي وكشفت عليها، والدكتورة قالت: اهدوا يا جماعة، مش كده، ولو سمحت اطلعوا كلكم بره عشان اقدر اكشف عليها. وانا في الوقت ده انتهزت الفرصة ورحت على المحامي اللي على اول الشارع وقلت له في مكتبه: لو سمحت يا متر، عايزاك تغير لي الورق ده وبسرعة، وتحط اسامي ولادها التلاتة وبنتها كمان، وكل واحد فيهم ياخد حقه الشرعي. بس كده؟ من عينيا، حاضر يا مدام، سيب الورق ده وانا هخلصهولك بكرة ان شاء الله. لا بالله عليك، الورق ده لازم يكون معايا كامل ودلوقتي حالا. طيب استني شوية يا مدام وانا هتصرف. وفعلا المحامي خلص الورق بسرعة، ورجعت على البيت
والكل كان متجمع في شقة حماتي، وكان معايا بنتي كيان. وشادي اللي قرب مني وقال لي: هو انت كنت فين يا عتاب؟ هكون رحت فين يعني يا شادي؟ رحت اجيب كيان من الحضانة. قولي حماتي عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله، الدكتورة طمنتنا وقالت لنا ان هو دور برد عادي بس شديد شوية واثر على صدرها. وانا في الوقت ده كان كل اللي يهمني ان انا ارجع الورق مكانه في الدولاب، وانا انتهزت الفرصة ان عزة وسلايفي مشغولين في المطبخ، وانا حطيت الورق في الدولاب بسرعة وخرجت من الأوضة وقلت لشادية: طالما اطمنت على حماتي هطلع شقتي عشان اغير لكيان بنتي. وفعلا سبتهم وطلعت على فوق، واول ما جه الليل لقيت حماتي بتخبط على شقتي جامد وهي بتصرخ، ومعاها ابراهيم وحاتم وسلايف الاتنين وعزة بنتها كمان، وانا اللي فتحت الباب وشاد اللي كان واقف معايا، وحماتي اللي قالت: دهبي فين؟ ده انا هد البيت على دماغ الكل لو دهبي ما ظهرش دلوقتي. دهب ايه اللي انت بتتكلمي عنه ده يا ماما في نصاص الليالي؟ والله ما احنا عارفين يا شادي، دي فتشت شقتي وشقة حاتم اخويا ودلوقتي الدور عليك. وانا اللي ابتسمت بكل مكر وقلت: يعني ايه يا حماتي بقى على اخر الزمن هتطلعينا حرامية؟ وبعدين انا اول مرة اسمع ان حماتي عندها دهب. وانا كمان انا عمري ما شفت في ايديك غويشة واحدة يا ماما. لا يا شادي، امك عندها دهب ودهب كتير كمان، كانت محوشاه من زمان. وماله يا عزة، عندكم شقتي اهي، اتفضلوا فتشوا براحتكم. وفعلا حماتي وبنتها اللي دخلوا شقتي وفتشوا في كل شبر فيها، وشادي اللي كان متعصب جدا وقال: يطلع الدهب ده قد ايه يا ماما اللي انت مبهدله الكل عليه؟ يطلع بكتير قوي يا شادي، ده شقة عمر كله وتحويشة العمر. يساوي كام يعني يا ماما؟ يطلع بحوالي كده 1,000,000 جنيه، مش كده برضو يا ماما؟ والكل كان واقف مصدوم وبقى يبص لحماتي اللي اتوترت جدا وقالت: اصل انا بقالي سنتين بجمع فيه، بحط غويشة على غويشة وخاتم على خاتم لحد ما جمعت علبة دهب كبيرة. بقى معقولة يا حماتي في سنتين بس جمعت دهب ب1,000,000 جنيه؟ طيب ازاي؟ وحماتي اللي اتعصبت جدا وقعدت تزعق معايا وقالت لي: بت انتي يا ريت تبعدي عني السعادي، انا مش طايقه اشوفك قدامي. عتاب بتتكلم صح يا ماما، هو انتي جبت فلوس الدهب دي منين؟ ما احنا عارفين البير وغطاه. ها؟ انتوا ناسين ان انا باخد ايجار العماره ولا ايه؟ ازاي بس يا ماما، شكلك كده بتنسي ما ايجار العماره كل شهر بتوزعيه علينا كلنا. الله، جرالكم ايه يا عيال؟ هو انا واقفه في تحقيق نيابه ولا ايه؟ مالكم في ايه؟ جبت فلوس منين؟ جبتها مطرح ما جبتها، المهم ان انا دلوقتي اتسرقت. وفي الوقت ده ولادها كلهم بقى يبصوا لها بكل شك، وشادي اللي قال لها: ماما الدهب ده انت جبتيه من الفلوس اللي انت اخدتيها من حماية، مش كده برضو؟ اكيد لا طبعا يا شادي، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دي الحقيقة اللي انتوا كلكم كدبتوني فيها. يعني ماما فعلا اخدت فلوس من ابوك يا عتاب؟ وحماتي اللي بقت ترتعش وخايفة لانها اتكشفت قدامنا كلنا، وعزة اللي جت تكحلها عامتها قدامنا كلنا وهي بتقول: الله، في ايه مالكم كلكم جايين على ماما كده ليه؟ وبعدين هي ماما يعني ما اخدتش من ابو عتاب الملايين ده، هم بس 500,000 جنيه بس. وحماتي اللي صرخت في عزة وقالت لها: ايه اللي انت بتقولي ده؟ الله يخرب بيتك، اسكتي فضحتيني. والكل كان واقف مصدوم وكان نازل عليهم سهم الله، وانا اللي قلت: الحمد لله ربنا ظهر الحق. حق ايه يا ام حق؟ ده حق الدهب اكتر من فلوس ابوكي بكتير. كفايه بقى يا ماما، هو انت كمان لك عين تتكلمي؟ كسفتينا يا ماما وخليتي وشنا في الارض من عمايلك السودة، وكمان خليتينا نغلط في مرات اخونا ونقاطعها هي واهلها. والحمد لله الدهب اهو راح، عشان تعرف ان المال الحرام عمره ما بيدوم ابدا. وحماتي اللي حطت وشها في الارض من الكسوف، لكن عزة اللي ما عجبهاش الكلام واتعصبت جدا وقالت: يعني ايه انتوا هتسكتوا على الدهب اللي اتسرق ده؟ يعني عايزانا نعمل ايه يا ست عزة؟ ستات الشارع كلهم كانوا موجودين جوه الشقة لما كانت امك تعبانة، قوليلي بقى هنعرف مين بقى اللي سرقت علبة الدهب؟
عايزانا نعمل ايه يا ست عزة؟ ندخل كل بيت بيت في الشارع ونفتشه؟ عشان الشارع كله يقاطعنا ونبقى تريقة الكل. وعدى يومين على كل اللي حصل ده، وحماتي اللي كانت قاعدة مع عزة وقالت لها: شفتي دهبي كله ضاع، ده غير ان اخواتك كلهم ومراتاتهم قلبوا عليا. والله بقى يا ماما انا شاكة في البت اللي اسمها عتاب دي، الدهب ما خرجش من تحت ايديها. تصدقي يا بنتي يا عزة وانا كمان، بس للأسف ما عنديش اي دليل ضدها. خلاص يا ماما، يبقى انتي من صباحية ربنا تاخدي اوراق العمارة وتروحي تسجليها في الشهر العقاري عشان تحرقي دمها وتحصريها لما تعرف ان جوزها طلع كده من المولد بلا حمص ويخلي الدهب بقى ينفعها. وفعلا حماتي ما كدبتش خبر، وراحت تاني يوم على الشهر العقاري وسجلت الورق كله. وعشان حماتي ما بتعرفش تقرا ما عرفتش ان الورق متغير، وانا انتهزت الفرصة انها مش موجودة في الشقة ونزلت واخدت علبة الذهب اللي كانت مخبياه. وبعد ما عدى اسبوعين على كل اللي حصل ده، حماتي جمعت ولادها كلهم وكانت قاعدة معاهم في الصالة وقالت: اتفضلوا يا ولاد، ورق العمارة اهو، انا سجلته في الشهر العقاري. برضو يا ماما عملتي كل اللي في دماغك. وابراهيم اللي قرا الورق وقال وهو فرحان: طيب الحمد لله يا ماما ان انت رجعتي في كلامك وقسمت الورث حسب شرع ربنا. وحماتي اللي استغربت جدا وقالت: حسب الشرع؟ شرع مين يا قلب امك؟ هو انت ما بتشوفش ولا ما بتعرفش تقرا؟ انا عملت اللي انا قلتلكم عليه. لا يا ماما، الورث كله متقسم بينا كلنا بشرع ربنا. وعزة اللي اخدت الورق من ابراهيم وبعد ما شافته قعدت تزعق وتقول: ايه ده يا ماما، مش احنا اتفقنا ان انت مش هتدي شادي اي حاجة؟ ليه غيرتي رأيك؟ وشادي اللي كان بيبص للكل وهو ساكت وما بيتكلمش، لكن ابراهيم اللي زعق في عزة وقال لها: يعني ايه؟ يعني انت اللي كنت بتلعبي في دماغ ماما عشان شادي اخويا ما ياخدش حقه في العمارة؟ طبعا عشان تاخد ورث اكتر من حقها. اخصى عليكي يا طماعة، الحمد لله ان ماما رجعت لعقلها ووزعت العمارة بحسب الشرع. حسب شرع مين يا واد انت؟ انا ما غيرتش ورق ولا حاجة. ازاي ده حصل؟ ومين اللي غير الورق؟ انت يا شادي، صح؟ انت اللي غيرت الورق؟ لا طبعا مش انا يا ماما، واللي عمل كده انسان حقاني وبيخاف ربنا وادى الحق لصاحبه. وشاد اللي خلص كلامه وسابنا وطلع وهو حزين وزعلان. وحماتي اللي بقت تصرخ وتعيط ومش مصدقة كل اللي حصل. لكن تاني يوم كنت قاعدة في الصالة مع شادي وجالي إبراهيم وحاتم وادوني 500,000 جنيه وقالوا لي: دي الفلوس يا عتاب اللي ماما أخدتها من أبوكي. أنا بعتذرلك جدا يا عتاب على اللي ماما عملته معاكي، وياريت تسامحيها على الطمع اللي كان مسيطر عليها. وانا في اللحظة دي قررت ان انا اقول لهم كل الحقيقة، وقلت: كلكم دلوقتي عرفتم ان حماتي هي اللي اخدت الفلوس من بابا، يعني انا ما كنتش كدابة. ايوه طبعا عرفنا يا عتاب، وحقك علينا كلنا، احنا فعلا ظلمناكي. وانتوا كلكم حقكم عليا انا كمان، انا اللي اخدت الذهب من حماتي وبدلت الورق عشان كل واحد ياخد حقه الشرعي. وشاد اللي اتضايق مني جدا وقال: انت يا عتاب، انت تمدي ايدك على دهب ماما؟ انا فعلا مش مصدق. كلكم طبعا عارفين ان الدهب ده من فلوس بابا، يعني ده حقي انا، وامكم اخدته بالنصب وانا رجعته بالحيلة. وانت جاية بقى يا عتاب تقولين ده الكلام ده دلوقتي ليه؟ مستنيانا نقولك برافو عليكي على اللي انت عملتيه مع امي؟ اسمعوني كويس قوي، انا كنت ممكن اخدت الفلوس بتاعتكم والفلوس اللي ادهاني شادي وكمان علبة الذهب ومحدش فيكم كان هيعرف اي حاجة، بس انا مش كده وعمري ما اخد حقي مش من حقي. يمكن انا غلطت لما خدت علبة الذهب، بس هي دي الطريقة الوحيدة اللي كانت هترجع لي حقي وتخلي حماتي تعترف ان هي اخدت الفلوس من ابويا. وام تستاهل كل اللي يجرالها طالما طمعت في فلوس ابوكي، يبقى تشرب بقى. يبقى الدهب من حقك انت يا عتاب واحنا مسامحلك فيه. خلاص يا جماعة، يبقى تاخدوا فلوسكم وانتوا ماشيين، وانت كمان يا شادي خد فلوسك اللي معايا. وفعلا اخوات شادي اللي اخدوا شنطة الفلوس ومشيوا على طول، لكن شادي اللي بصلي وقال لي: ممكن اعرف حاجة واحدة بس منك يا عتاب؟ ليه غيرت الورق؟
بصراحة كده بقى ما هنش عليا حماتي تظلمك يا شادي. قولي، انت لسه زعلان مني؟ انا زعلان منك في حاجة واحدة وبس، في موضوع الذهب، لكن تغيير الورق انت كان معاكي حق في اللي انت عملتيه. وكمان انا بفكر ابيع نصيبي في العمارة واشتري بيت خاص لينا وولادنا، وخصوصا ان انت حامل تاني دلوقتي يا عتاب. وكمان انا مش عارفة اتعامل مع ازاي بعد كل اللي عملته فيا. انا بصراحة مش قادرة اسامحها لحد دلوقتي. وانا اللي فرحت جدا وقلت له والله عين العقل يا حبيبي. وعدى اسبوع على كل اللي حصل ده، وفي يوم من الايام كنت طالعة على السلالم، لكن لقيت حماتي واقفة قدامي وبتبصلي بكل غل. وانا قلت لها خير يا حماتي، بتبصلي كده ليه؟ لآخر مرة هقولها لك يا عتاب، انت اللي اخدت علبة الدهب. بصي بقى يا حماتي، عشان انتي صعبانة عليا قوي، وانا شايفاكي هتتجنني وتعرفي مين اللي اخد علبة الدهب. ايوه يا حماتي، انا اللي اخدت علبة الدهب، وانا كمان اللي بدلت العقود. وحماتي اللي اتعصبت جدا والدم غلي في عروقها وقالت لي يعني انت اللي عملتي كل ده؟ ما انا اللي كنت شاكه فيكي من الاول. اسمعي بقى يا بنتي. وقبل ما حماتي تكمل كلامها رديت عليها بكل برود وقلت لها الله، هو في ايه بالظبط يا حماتي؟ ما تهدي كده يا حبيبتي، لا ضغطك يعلى ولا حتى يطقلك عرق. و... وكمان انا اخدت حقي يعني، وما اخدتش حاجه زياده عن حقي. حقك ايه يا ام حق؟ انا زودت الدهب ده، يعني مش كل الدهب من فلوس ابوكي. عارفة يا حماتي، وعارفة كمان قيمة الفلوس بتزيد مع الوقت. وشوفي بقى الفلوس فاضت معاكي قد ايه، يعني انت اعتبريني اخدت فلوسي بالفوايد. وحماتي اللي اتغاظت مني جدا وقالت انا هفضحك في البيت كله وهقول للكل عليكي يا حرامية. وانا اللي قعدت اضحك من كل قلبي وقلت لها قولي من هنا للصبح يا حماتي وشوفي مين بقى اللي هيصدقك. خلاص ما بقاش حد في البيت كله بيثق فيكي ولا حتى في كلامك. وانا رجعت حق اهلي ورجعت حق جوزي، وانتي اخبطي دماغك في ادخنها حيطة. وانا اللي خلصت كلامي وسبتها ومشيت، وحماتي اللي بقت مقهورة من كلامي. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا. واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله.